السلام عليكم. قبل ما ابدا فيديو النهارده حابه اقول لكم حاجه من قلبي. اخيرا وصلنا لاخر محطه في رحله الراغبين. بجد انا مبسوطه جدا اني كنت معاكم الفتره اللي فاتت واني قدرت اشارككم جزء من تجربتي واساعدكم حتى لو بمعلومه صغيره او نصيحه بسيطه. من اول فيديو في السلسله وانا كان هدفي ان اي حد عنده حلم يدخل ستيم يلاقي حد يجاوبه على الاسئله اللي كانت في دماغه، لان انا فاكره كويس جدا احساس التوتر والتوهان قبل التقديم ده. ولو في اي حد من الراغبين انا فدته بجد بمعلومه، مبسوطة جدا حتى لو معلومة صغيرة جدا، وفي نفس الوقت عايزاكم تدعولي برضو احب اشكر كل حد شاف الفيديوهات او بعتلي رسالة او كومنت او سألني عن اي حاجة او شارك الفيديو مع حد تاني. بجد اتمنى ان انا المحتوى بتاعي قدر يفيدكم حتى لو شخص واحد بس، فده بالنسبة لي شيء كبير جدا. رحلتكم كراغبين خلاص قربت تنتهي، لكن خلوا بالكم دي مش نهاية الرحلة، دي بداية مرحلة جديدة. سواء ربنا كتب لك تدخل ستيم وتبتدي حياة جديدة بقى مليانة مشاريع وتجارب وتحديات، او كان طريقك ثانوي عام برضو عندك برضو تحديات وحاجات مختلفة خاصة بيك. في النهاية المهم ان انت تستمر وتطور نفسك وتستغل الفرص اللي قدامك ايا كانت انت في اي طريق. ورحلة معاكم مش هتنتهي هنا، ان شاء الله هكمل معاكم محتوى عن الحياة في ستيم، مشاريع والانشطة والتطوير وكمان حاجات تساعد اي طالب سواء كان ستيم او لا. ولو انت متقبلتش ازاي برضو تعمل تجربة ستيم دي برا لو انت في ثانوي عام. فلو الفيديوهات فادتكم ما تنسوش تشاركوا القناة والفيديوهات مع اي حد ممكن يحتاجها، لان ده بيدعمني وبيشجعني انزل محتوى اكتر. طب ندخل بقى في الموضوع بتاع فيديو النهارده. بكره الامتحان، وانا عارفه ان اكيد في ناس كتير دلوقتي عندها اسئله كتيره في دماغها. هل انا ذاكرت كفايه؟ هفتكر كل حاجه ولا لا؟ لو قابلني سؤال صعب اعمل ايه؟ ابدا بترتيب انهي مواد بالظبط؟ عندي فرصه اتقبل ولا لا؟ لو في نقط مثلا ضايعه مني هل كده مثلا مش هتقبل وناس تانية هتتقبل عني؟ بصوا، كل الاسئله دي كنت انا برضو قدكم كنت بفكر فيها، لكن اللي اتعلمته ان جزء كبير جدا من الامتحان مش بس معلوماتك لكن طريقه تعاملك مع الامتحان نفسه. وعشان كده فيديو النهارده هتكلم فيه عن تاخدوا ايه معاكم يوم الامتحان، تستخدموا الادوات ازاي، وتتعامل ازاي مع كل ماده. وده حرفيا يمكن الحاجه اللي مش هتلاقوها اي حد الحمد لله يعني قبلي على يوتيوب كلها قالها. ازاي تتعاملوا تفكيركم مع كل ماده، وترتبوا وقتكم ازاي، وكمان لو قابلكوا سؤال صعب تعملوا ايه. طيب نبدأ في أول حاجة، تاخد معاك ايه اليوم الامتحان. قبل ما اقولكم تتعاملوا ازاي مع كل مادة خلينا نتكلم عن الأدوات. وانا عارفة ان القائمة اللي هقولها دلوقتي ممكن تخليكم تستغربوا شوية وتقولوا ايه ده كله، احنا رايحين فين يعني؟ بس بجد كلها مهمة جدا وهقولكوا اصلا بعدين هتستخدموها في ايه. اول حاجة قلم رصاص، معاكوا قلم جاف طبعا، ورق فاضي فاضي للحل بحيث ان انت ورق فلوسكاب بقى او اي ورقة فاضية عشان تحل فيها او تحط افكارك فيها. عندنا ورق مقصوص على شكل مربعات فاضية، يعني مثلا لو الورقة كاملة نقصها 4 مربعات كده. دي بتبقى ورقة فاضية. هقول لكم بعد برضه هتعملوا فيها ايه. عندنا مقص صغير، عندنا مسطرة ومنقلة، آلة حاسبة. طبعا ممكن ما تبقاش مسموحة او مسموحة فانتوا خدوها معاكم وخلاص. لو سمحوا لكم بيها تمام، عشان في لجان في لجان لا، لو ما سمحولكش بيها فخلاص بقى هتتعاملوا بطريقة تانية. عندكم مراية صغيرة واستيكة بيضة، ويفضل كذا استيكة بيضة معاكم. وهقول لكم برضه ليه. وعندكم ازازة مية عشان طبعا تشربوا منها. طبعا ممكن تسألوني هو انا هستخدم كل ده في ايه اصلا، ده هو امتحان يعني. خلوني اقول لكم مثلا ان المرايه هتفيدكم في اسئله الانعكاس في الاي كيو، والورق المقصوص على شكل مكعب هيفيدكم في اسئله المكعبات بدل ما تحاولوا تتخيلوا الشكل في دماغكم ويضيع منكم وقت. والورق المقصوص على شكل مكعب او مستطيل ما تفرقش المساحه دلوقتي، لان الهدف مش القياس. انت معاك قلم جاف ممكن ترسم بيه على كل وجه من الاوجه شكل الوجه اللي موجود في السؤال. فبلاش بقى احرق طبعا الطريقه دلوقتي اللي هتستخدموا بيها، لان دلوقتي احنا بنتكلم عن الادوات. طبعا كل حاجه من دول ليها مهمه. اهم حاجه قبل الامتحان تاكدوا من التعليمات الرسميه الخاصه بالادوات المفتوحه في اللجنه بتاعتكم، عشان مثلا ما يقولكوش ان انتوا خالفتوا التعليمات او يوقفوا ممكن الامتحان او اي مشكله تحصل جوه الامتحان، لان انت اولى بكل دقيقه او كل ثانيه حرفيا. اهم قاعده بقى عندنا قبل الامتحان، قبل ما ندخل في كل ماده، في قاعده مهمه جدا: ما تتوتروش بجد. بجد انا عارفه ان الكلام ده سهل جدا، الكلام اسهل من التنفيذ بكتير، لكن صدقوني طريقه تفكيرك جوه الامتحان بتفرق جدا جدا جدا. لو قابلت سؤال ومش عارف تحله ما تقولش لنفسك بقى خلاص انا مش هتقبل، انا ضيعت الامتحان، اكيد السؤال ده معناه اني مش كويس او مش عارف حله. الافكار السلبيه اصلا بتيجي جوه دماغك. يا جماعه انتوا عارفين هما في الامتحان نفسه بيكونوا بيلعبوا معاكم، بمعنى صح بيلعبوا على نفسيتكم او بيلعبوا على طريقه تفكيركم. انا مثلا لو دلوقتي شخص شاطر، لو قابلت السؤال ده في اي في الحياه العاديه مثلا دلوقتي لو قابلته اعرف احله، لكن هما في الامتحان بيعملوا معاكم ايه؟ بيخلوكم تتوتروا بحيث ان اللي يعرف يتحكم في توتره
لو الشخصين الاتنين بيعرفوا يحلوا نفس السؤال بس واحد بيتحكم في التوتر وواحد لأ، ده ممكن بسبب التوتر بتاعه ما يحلش، والتاني بسبب ان هو هادي وبيعرف يتعامل كويس مع الامتحان خلاص هيحل. هما في الامتحان يعني مثلا انا كان عندي مثلا اول امتحان حاولوا ان هما يجيبوا اول مثلا 3 4 اسئله صعبين بحيث ان ايه يوترونا. مثلا في واحده جنبيه هي اتوترت لقت سؤال صعب، اللي بعده صعب، اللي بعده صعب، اللي بعده صعب، خلاص بقى هي بجد خلاص فكرت ان انا كده مش مقبوله، انا مش هحل. راحت عملت ايه؟ اختارت اختيارات عشوائيه جدا، خلصت الاربع امتحانات كلها حرفيا في نص ساعه وراحت ماشيه. خلاص هي دماغها قالت ان لأ، انا في ناس كتيره حله، في ناس كتيره مش عارفه ايه، انا كده مش هعرف احل، انا كل الاسئله صعبه خلاص. فهم بيلعبوا على الفكره دي مع انها شاطره جدا على فكره، في الاخر ما اتقبلتش لان هي اصلا فقدت الامل خلاص، يعني هي كده اللي هو ايه، خلاص الامتحان صعب. لكن في حد تاني عادي عارف يتعامل مع الامتحان. هما اصلا بيحطوا لكم اول بس كام سؤال كده صعبين، ده طبعا مش شرط، مش شرط في كله، انا بس بتكلم عن كل الكلام ده عن تجربتي الشخصيه واللي انا شفته فعلا قدامي. فالحاجات دي ممكن تتغير او لا على حسب انتوا ايه، لكن انا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. في عملوا لنا معظم الامتحانات عامه، مثلا في الرياضه جابوا لنا اول اربع خمس اسئله صعبين بحيث ان ايه يصدمونا. والله انت بقى لو عارف تتعامل مع التوتر وكده هتكمل، هتلاقي اصلا بعد خمس اسئله دول اسئله تافهه جدا هتحلها بسرعه جدا وتقدر تحل الاسئله الصعبه عادي، هيبقى عندك وقت. في ناس تانية خلاص اتصدمت من اول اربع خمس اسئله، كل ما يعدوا يلاقوا سؤال صعب فخلاص انا كده بقى مش هتقبل، اتوتروا ما عرفوش اصلا يفكروا في الاسئله السهله اللي هم اصلا يقدروا يحلوها، وما عرفوش يحلوا الاسئله السهله ولا الاسئله الصعبه، فانت ضاع منك الامتحان. طب وليه؟ طب ما احنا نتعامل الاول مع التوتر من الاول ونبقى عارفين وخلاص. فيعني انتوا عمال خليكم عارفين ان هم برضو بيلعبوا على طريقه تفكيركم ومشاعركم في الامتحان، حتى لو انت شخص شاطر برضو، لان هم برضو عايزين يعرفوا انت هل انت بتعرف تحل تحت ضغط وتوتر ولا لا. تمام. انا بقى كنت بتعامل مع الاسئله اللي بتوقفني كده. لو سؤال وانا بحله حسيت اني قربت اوصل للحل، يعني بدات افهم الفكره وخلاص لقطت الفكره كده وباقي خطوه بسيطه جدا، بكمل. لكن لو سؤال خد مني وقت اكتر من دقيقتين او اكتر من دقيقه بالظبط، دقيقه ونص، مفيش اي تقدم وانا مش عارفه اجيب الفكره، بسيبه. بس الاول بكتب رقم السؤال في ورقه فاضيه معايا عشان اعرف ارجع له تاني وافتكر ان السؤال ده انا محلتوش. بس مش بسيبه فاضي، انا بختار اي اجابه وغالبا بختار اول اجابه او الاجابه اللي انا كده ايه بحس ان هي اقرب اجابه للصح، ده كله أنا لسه ما فكرتش في السؤال، ما عرفتش اصلا فكرته. بس انا ليه بختار اجابه ايا كانت اجابه صح ولا غلط؟ عشان ابقى كده لو مثلا انا عديت والامتحان فصل مني، مثلا الامتحان ما كانش فيه وقت ان انا ارجع تاني، كهرباء قطعت، نت قطع، اي ظروف، اي ظروف حصلت، مثلا انا مش عارفه ارجع للصفحه الاولانيه عشان ارجع للسؤال، الكمبيوتر علق، اي حاجه اي حاجه، اكون انا برضو ايه ضامنه نفسي وحاطه يعني اختار اجابه سواء بقى طلعت صح او غلط او ايا كان، بس انا ضامنه نفسي عشان لو في اي حاجه حصلت ابقى انا مختاره اجابه. وكده كده انا كاتبه رقم السؤال في الورقه، وعارفه ان انا هختار اجابه تانية وهفكر فيه ساعتها بقى واختار ساعتها الاجابه الاساسيه. بختار طبعا اقرب اجابه. تمام. انت اصلا قدامك تايمر فلازم تستخدم الوقت بذكاء، انا كنت بحاول اخلي اخر ربع ساعه غالبا للمراجعه او اخر 10 دقايق، والاسئله اللي سبتها بحاول ارجع لها تاني. وهكذا. يعني انت مش معنى ان انت وقفت قدام سؤال انك تخسره، انت ممكن ترجع له وانت اهدى وتفكر بشكل افضل بحيث ان انت ايه تعرف تحله احسن. نيجي بقى لترتيب المواد. انا رتبت المواد ازاي؟ انا بدات بالانجليش، بعدها الاي كيو، بعدها العلوم، بعدها الرياضه. عملت كده ليه؟ انا هقول لكم وجهه نظري واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه براحتكم جدا، ده بيختلف من شخص للتاني، بس انا كمريم شايفه ان دي افضل حاجه وده اللي فعلا نفع معايا وفادني. بدات باول حاجه الانجليش، لان الانجليش ماده لذيذه جدا، ماده اصلا تجميع درجات هي والعلوم عامه. بس انا بدات بالانجليش لان هو كان اكتر عدد اسئله بالنسبه لي، كنت حاسه ان انا عايزه ادرب عقلي اللي هو ايه اخش في مود الامتحان. وفي نفس الوقت الانجليش كان معظمها كلمات وجرامر، والجرامر احنا اصلا عارفينه، فيعني ايه كان حاجه كده سهله. وفي نفس الوقت هو لو قارنت بينه وبين العلوم، انا كنت عايزه اخلي العلوم بريك ما بين الاي كيو والانجليش، لان العلوم تافه جدا جدا جدا، مش محتاج ممكن تفكير سنه زي الانجليش، لان انت مثلا في الانجليش بتفكر في القطعه حاجات شبه كده. فانا كنت سايب العلوم لما بين الاي كيو وما بين الرياضه اللي هما فيهم تفكير جامد، بحس ان انا ايه زي كأنها بريك كده، ماده بريك ما بين المادتين الصعبين او بين المادتين اللي محتاجين تفكير. فانا بدات بالانجليش لان هو كان محتاج سن التفكير في القطعه او جرامر حاجات شبه كده، وفي نفس الوقت هو سهل جدا ماده تجميع درجات، فبدات بيه عشان ابقى خشيت في مود الامتحان. بعد كده الاي كيو، ليه ما اخترتش الرياضه مثلا؟ اخترت الاي كيو لان الاي كيو اسئله كتيره جدا، وقت قليل جدا بالنسبه لعدد الاسئله، وفي نفس الوقت انا كنت عايزه ابقى ايه في كامل نشاطي، لان انا طبعا بقعد امتحن يجي 3 ساعات كل ماده 40 دقيقه، فانت غالبا 3 ساعات. فانت لو خليت الاي كيو لاخر ماده
مش هتعرف تحل، مش هتبقى في كامل نشاطك، او مش هيبقى عندك القدرة ان انت تحل 35 سؤال في 40 دقيقة. هتبقى انت اصلا استهلكت في الثلاث مواد اللي قبلها، وطاقتك استهلكت جدا، مش هتبقى قادر تفكر كتير. فانا جيت قارنت، قلت 35 سؤال ولا 20 سؤال، وفي نفس الوقت انا نشطت عقلي في الاول بانجليش ودخلت في مود الامتحان، فانا ابقى بدا ايه بنشاط، واللي هو ايه عقلي لسه في كامل طاقته وتركيزه عشان اقدر احل الاي كيو كويس. بعدها بقى العلوم ده حرفيا انا خليته كده مادة بريك، انا خلصته في 5 دقايق، وبقيت 40 و35 دقيقة كنت اصلا يعني ايه اللي هو قاعدة براجع فيه، شربت مية، هديت نفسي ريلاكس تمام، عقلي خلاص هادي. هيبقى بقى مستعد ساعتها يدخل الرياضة، والرياضة طبعا اقل من الاي كيو 20 سؤال، فساعتها هبقى انا داخلة فعلا وانا عندي ايه طاقة كويسة ان انا اعرف حل الرياضة. فده الترتيب بتاعي. انتوا بقى حابين تاخدوا الترتيب ده تمام، مش حابينه براحتكم جدا. ده طريقتي، وده اللي انا عملته. طيب نيجي بقى لاول ماده، واقول لكم دلوقتي ازاي تتعاملوا مع كل ماده في الامتحان وتفكروا فيها ازاي. اول حاجه الانجليش. هبدا طبعا بالترتيب اللي انا اصلا ماشي بيه في الامتحان، تمام. اول حاجه الانجليش كان من المواد اللي انا كنت شايفاها فرصه كويسه جدا لتجميع الدرجات، خصوصا لو انت متدرب على طريقه الاسئله، ولو عندك حصيله كلمات كويسه مع شويه جرامر ذاكرتهم من سفير، انت كده تمام جدا. خليني بقى اقول لكم كنت بتعامل مع كل سؤال ازاي. بالنسبه لسؤال الكلمات، اول حاجه كنت ببص على الكلمات. اولا كده في البدايه، اسئله الكلمات ما فيهاش تريكات كتيره، هي بتعتمد بشكل كبير على ان انت تكون عارف معنى الكلمه او لا، وتقدر تستنتجها من السياق. يعني مثلا كان في طريقه بتساعدني جدا، كنت غالبا ببص على الاختيارات الاول قبل ما اركز في السؤال. ليه؟ لان الاختيارات احيانا بتساعدك تفهم الاتجاه العام لشكل السؤال. يعني مثلا لو الجمله بتتكلم عن التعليم، انا مثلا لقطتها كده بسرعه لقيتها بتتكلم عن التعليم، في الاختيارات في كلمات واضحة جدا مثلا ان ملهاش علاقة بالتعليم، مثلا كلمة ساد او مثلا اي كلمة وليكن اي كلمة، فانا بالتالي اقدر استبعدها. فالفكرة انك بدل ما تكون قدامك 4 احتمالات ونسبة نجاحك او نسبة اختيار الفرصة صح عندك 25%، بتحاول تقلل الاختيارات، بحيث ان انت لو استبعدت خيارين يبقى انت بتفكر ما بين خيارين باقيين، فانت نسبة نجاحك وصلت 50%. ويا سلام بقى لو بقى قدامك اختيار واحد، فانت بتزود فرصة وصولك للإجابة الصح بطريقة ذكية شوية، بدل ما انت تجي لعقلك ان انت تفكر في كل سؤال. يعني مثلا لو جينا كده فكرنا، واحد بيقرأ السؤال بعد كده يفهمه كويس، يحاول يقرأ كل إجابة، وبعد كده يشوف الإجابة دي أنهي سؤال، وبعد ما أصلا ما يقرأ الإجابات يفتكر أصلا ان هو نسي السؤال، فيقرأه تاني، فيرجع الإجابات تاني، هياخد منك وقت كتير. فانت بتقلل الوقت ده بحيث ان انت تقرأ الإجابة بسرعة، تستنتج منها مثلا من الإجابات. لقيت مثلا الإجابات كلها بتتكلم في اتجاه معين، وفي اتجاه معين، فأنا بالتالي بقدر استنتج ايه الإجابة الصح. ولو قابلتك كلمة والاختيارات كلها كلمات انت مش عارفها تماما، حاول تستخدم سياق الجملة. يعني مثلا الجملة بتتكلم عن موضوع معين، وفي اختيارين واضحين جدا ان هما مش مناسبين للمعنى تماما تماما، استبعدهم. مش لازم تكون عارف الإجابة من أول مرة، لكن حاول توصل لأقرب اختيار منطقي. الكلمة اللي حروفها متلخبطة، دي بتبقى برضو سؤال في الامتحان. لو جالك سؤال بيكون فيه مثلا نفس الكلمة بس هي حروفها متلخبطة، عشان يشوفك عارف السبيلنج بتاعها صح ولا لا. فانا كنت بعمل حاجة مهمة، لو لاحظت ان في سؤال فعلا كده، قبل ما اقرا الاختيارات بجيب كده مع نفسي في الورقة واكتب الكلمة الصح اللي انا اصلا عارفاها. ليه بقى؟ لان لو انت قرأت الاختيارات غصب عنك حتى لو الكلمة دي انت عارفها تمام، هتتلخبط وهتنسى اصلا شكل الكلمة عامل ازاي. وخصوصا بقى لو انت متوتر، فانت خلاص انت كده اصلا مش هتفتكر الكلمة عامل ازاي، واحتمال تحل اصلا السؤال ده غلط. فانت لو لاحظت حاجه شبه كده، اكتب الجمله الاول او الكلمه الاول في ورقه، وبعد كده شوف الاختيارات ايه يعني ايه اللي شبه اللي انت كاتبه. سؤال بقى الترجمه بالنسبه للانجليش، برضو كنت بصراحه بعتمد على الاستبعاد. يعني اول حاجه كنت بقرا قبل ما اقرا الجمله العربي خالص او الجمله الانجليش واشوف ترجمتها بالعربي، سواء بقى كان كده او كده، كنت بشوف الاختيارات الاول، وكنت بحل من الاختيارات اصلا قبل ما اشوف الجمله نفسها. فكنت بشوف هل في اختيار معناه بعيد، هل في اختيار في تركيب غلط. بحاول زي الطريقه الشقيه كده اللي الدكتور كان قايلها لكم، انتوا بتشوفوا اكتر، تشوفوا الاجابات كلها وايه الحاجات المتشابهه. يعني مثلا لو كله مثلا فيه ابوستروفي في الاخر، ومثلا او مثلا نقطه في الاخر، وسؤال ما فيهوش نقطه، يبقى انا بستبعده من اول مره، من قبل اصلا ما اقرا السؤال عايز ايه، ومن قبل ما اشوف الاختيارات عايزه ايه. انا بس كده بدي نظره سريعه على الاختيارات، واشوف مثلا كلهم فيهم مثلا بعد اول مثلا اول جمله بيقول لك مثلا نداء مثلا مريم، وبعد كده المفروض نحط ابوستروفي عشان ده نداء، وبعد كده بيكمل الجمله. لو انا لقيت كل الاختيارات الباقيه ما فيهاش كده، وده بس اللي فيه كده وانا عارفه ان ده صح، خلاص انا بختار الاختيار ده من غير ما اقرا الجمله ولا افهم ترجمتها ولا افهم اي حاجه. يعني انت حاول على قد ما تقدر تبقى ذكي مع الامتحان. اتعامل ده اختبار قبول، مش معتمد على ان انت زي في اعدادي كده بتقرا لازم تحل كل حاجه تمام وصح. لا،
انت بيعتمد على ان انت تتعامل بذكاء مع اختبار القبول، لان ده بيفرقكم يا جماعه، كلكم شاطرين وكلكم اظن ان انتوا مادام حققتوا اختبار القبول، قصدي حققتوا الشروط بتاعه اختبار القبول يعني من قبلها، ان انتوا في تالتة اعدادي، فانتوا كلكم كويسين. بس الفكره ازاي بتتعاملوا فعلا مع الامتحان وتقدروا ان انتوا تاخدوا اكتر اجابات صح في اقل عدد وقت. تمام. بالنسبه بقى لاسئله الجرامر، فانا كنت بركز على حاجتين: اول حاجه الجمله نفسها، تاني حاجه الاختيارات. مثلا لو الاختيارات برضو بلقي نظر على الاختيارات، انا غالبا كنت بحل بالاختيارات الاول بعد كده بحطها في السؤال. لو كل الاختيارات مثلا عن المستقبل مثلا وليكن، وفي اختيار واحد عن الماضي، يبقى انا كده خدت لمحه سريعه. فاشوف اول حاجه اجرب اختيار الماضي ده لان هو الوحيد اللي مختلف، فاشوف ولو الجمله فعلا ما ينفعش مع الماضي يبقى انا كده السؤال ده اقل حاجه. طب حد هيقول لي طب مثلا وليكن الماضي ده كان غلط وفعلا الاجابه في المستقبل، هقول لك طب ما انت برضو ممكن تكون الاجابه في الماضي فعلا وهو بيحاول يلخبطك ما بين المستقبل بحيث ان انت تقرا السؤال وتعرف الاجابه. فانت لا، انت بتحاول تشوف، انت مثلا عندك 4 اختيارات، هتشوف انهي اختيار الاول تجربه. فانت ممكن تاخد اختيار، يعني ما تاخد مثلا اجابات غلط. يعني مثلا هديكم مثال: انا مثلا عندي دلوقتي سؤال وعندي 4 اختيارات، وعندي مثلا وليكن اخر اختيار ده هو الاجابه الصح، فانا عقبال ما اوصل لاخر اختيار ده هاخد وقت كتير جدا، لان انا اجرب الاختيار الاول واجرب الاختيار التاني واجرب الاختيار التالت واشوفه في الجمله واشوفهم كويسين ولا لا، وبعد كده اوصل للاختيار الرابع، فانا ضيعت وقت. فلما بشوف الاول الاختيارات ومثلا اشوف مثلا حاجه ليها علاقه بالماضي وحاجه ليها علاقه بالمستقبل، اجرب الماضي اشوفه مثلا وليكن ده الاجابه معايا الصح، فانا كده بدل ما اجرب كل الاختيارات بقيت بختار التجربه اللي انا هجربها بشكل ذكي شويه، بحيث ان انا ايه، اختار الحاجات اللي هي الى حد ما تكون صح، لان مثلا ممكن يكون الاجابه بتاع الماضي دي اللي هو الاختيار الرابع هو الاجابه الصح. فانا بالتالي ما عملتها في الاول يعني خليت نفسي مضيعش وقت في ان انا اجرب اختيارات اكتر. فاهميني؟ اتمنى اكون المعنى وصل يعني. فانا كنت بشوف برضو اهم حاجه ما تختارش لانه مجرد مختلف، ممكن هو يكون بيلعب معاك، فانت بتحط الاختيار الاول داخل الجمله. مش معنى ان انت مثلا لقيت حاجه مختلفه والباقي كله متشابه يبقى دي الاجابه يبقى انا اختارها وخلاص، لا، انت بس ايه، دي بتبقى حاجه سريعه كده تحاول تجربها في الجمله وتشوف هل المعنى صحيح، هل القاعده تنفع ولا هو بس شكل مختلف عشان بس بيلخبطني. بالنسبه بقى للباسج اللي بتجيلكم، فدي طبعا كل ناس او كل شخص بيختلف في طريقه تعامله مع القطعه، بس انا كنت بتعامل معاها ازاي: كنت بقرا الاسئله الاول مش بهدف ان احفظها، لكن الهدف ان اعرف القطعه بتتكلم عن ايه والاسئله بتطلب مني ادور عن ايه. يعني مثلا انا وانا بقرا الاختيارات عرفت ان القطعه بتاعتي مثلا بتتكلم عن حاجه عن التلج اللي موجود مش عارفه في القاره كذا، فعرفت بشكل عام القطعه بتتكلم عن ايه من خلال الاسئله. وفي نفس الوقت لقيت مثلا سؤال كاتب لي مثلا في عام 1800 مش عارفه وكام حصل ايه، فانا بقى وانا بقرا في القطعه ابقى عارفه ان هو هيسالني عن وقت، فانا بالتالي وانا بقرا بكون مركزه وانا بقرا، مش بقرا كده بدون هدف. فاهمني؟ لان انت لو قرأت القطعة وبعد كده قرأت الأسئلة وبعد كده اصلا انت اصلا هتكون نسيت القطعة فتضطر تقرأ قطعة تاني، فيبقى تحس ان انت عمال تقرأ وتقرأ، فالوقت بجد ياخد منك وقت كتير جدا. فانت لما تبقى قرأت الاختيارات وعارف بشكل عام القطعة بتتكلم عن ايه، فده هيساعدك ان انت تختار الاختيارات الصح. وفي نفس الوقت انت تكون عارف اصلا الاسئله اللي جاتلك ايه، يعني انت اصلا قارئ الاسئله فانت هتكون عارف هو طالب منك ايه، فانت وانت بتقرا تكون مركز فعلا ان انت تعرف اجابه الاسئله اللي هو اصلا يعني هو اصلا طلبها منك تحت. غير كده مثلا لو في جملة او كلمة انت مش عارف معناها، فانت اصلا عارف المعنى العام للموضوع قبل ما تقرأه، فانت لما بتيجي تقرأه بيبقى سهل اكتر ان انت تستنتج الكلمة دي معناها ايه، غير لو انت بتقرأه لأول مرة ومش فاهم اصلا الموضوع ده اوله فين واخره فين وانتوا ايه اصلا، فيعني ده بيساعدك اكتر. وكمان لو قابلت كلمة مش عارف معناها زي ما قلت لك، ده بيساعدك ان انت تستنتج معناها من السياق لان انت اصلا فاهم الموضوع العام للقطعة. نيجي بقى لتاني حاجة اللي هي الاي كيو. نيجي بقى للجزء اللي الناس اصلا كتيره بتخاف منه، الاي كيو. اول حاجه لازم تعرفوها، الاي كيو مش معناه انك لازم تكون عبقري، هو محتاج بس تدريب، ملاحظه، وسرعه تفكير. لان المشكله مش بس انك تحاول تحل السؤال صح، المشكله انك تحله اصلا في وقت قليل وبنفس الوقت يكون صح. هديكوا برضو مثال كده على الاسئله اللي بتجيلكم برضو ازاي بتتعاملوا معاها. مثلا جالك سؤال فيه انعكاس، فانت بتستخدم المرايه اللي احنا قلنا عليه في الاول عشان ما تضيعش وقت طويل تحاول تتخيل الشكل في دماغك. حاول بصوا تسهلوا على نفسكم بقدر الامكان عشان ما تاخدوش وقت كتير. يعني لو الكور بتاع الفيديو ده ان انتوا تسهلوا بنفسكم وتحاولوا على قد ما تقدروا تحلوا السؤال في اسرع وقت. المرايه برضو ممكن تخليك تعرف الاجابه في ثواني. برضو اسئله المكعبات، لو جالك سؤال عن المكعبات مثلا بيقولك وجه معين هيكون الوجه المقابل لايه، لو انت عندك مثلا شكل معين بعد الدوران بعد ما نقلبه مثلا كذا، فانت بتستخدم الورقه المقصوصه على شكل مكعب.
فبتكتب بس كده بسرعه يعني، وبترسم شكل الحاجات اللي موجوده على الوجه بسرعه بالقلم الجاف اللي معاك او بالقلم الرصاص، وتبقى عارف الوجه ده مثلا قصاد الوجه ايه، او تعرف تحل الاسئله دي باسرع وقت. لو مثلا محلكوش طبعا بالورق او حاجه شبه كده، فانت معاك الاستيكه البيضه، هي فيها 6 اوجه، تروح راسم عليه على كل وجه فيها، وساعتها تقدر تستنتج الحاجه بشكل اسرع بدل ما انت تعمله على في دماغك يعني. تمام. وطبعا الورق اللي مقصوص على شكل مستطيل او مكعب، الورق الصغير ده بيساعدك في ايه؟ اوقات مثلا بيعوز منك حاجه معينه، مثلا شكل النجمه لو اتقطع بيكون شكله عامل ازاي، فانت لو معاك ورقه كبيره يبقى صعب ان انت تقص، فانت لما بتقصها على شكل مربع صغير كده، الورقه مثلا متقسمه 4 5 مربعات صغيرين، فانت بتعرف ترسم الشكل بشكل اسرع وتقصه بشكل اسرع، فبالتالي ده بيساعدك. تمام. بالنسبه بقى لاسئله الزوايا والدوران والحاجات دي كلها، انت لو معاك منقله هتساعدك جدا ان انت تقدر تستنتج برضو حتى الاختيارات، تجربها وتشوف هل فعلا الشكل ده لو اتعمل ولا لا. ودايما الاشكال يا جماعه، لو انتوا بتلاحظوا او بتحسوا ان انتوا مثلا لو قالكوا قلبوها بزاويه كذا او اعملوها كذا وانتوا بجد يعني مش عارفين، فانتوا طبعا معاكم الورق المصاص الصغير اللي هو على شكل مربع صغير، هتقصوه على شكل على شكل الحاجه اللي هو جايبها لكم، وبعد كده تروحوا مثلا معاكم منقله وعلى الورق العاديه معاكم او على مثلا على الترابيزه، وتروحوا تروحوا قلبينها فعلا زي ما الشكل عايز، وبمنقله هتعرفوا تظبطوا الموضوع والمسطره. تمام. بعد ما انتوا بقى تتحاولوا كده وانتوا حرفيا قدام الامتحان وتتلخبطوا. بالنسبه بقى الحاجات اللي فيها الانماط او الباترن، فانت في اسئله الانماط والترتيب كل ما تحل اكتر عامه في قبل الامتحان يعني هتتعود تلاحظ النمط اسرع. فانت لو وقفت في سؤال بص على الاختيارات، مثلا لقيت كل الارقام ارقام فرديه ما عدا مثلا واحد زوجي، فانا هحاول احطه في اجابه، احطه كده جنب الارقام واشوف هل في علاقه ما بينهم بسرعه ولا لا. لو ما لقيتش خلاص اشوف اكتر اختيار مجمع كل الاختيارات. يعني مثلا انا بحاول اقارن في الاختيارات، اول حاجه الحاجه المختلفه خالص عن كل الاختيارات، تاني حاجه الحاجه اللي مجمعه كل الاختيارات. يعني مثلا لو انا عندي كل ارقام كلها مثلا فرديه، تمام، ورقم ورقم زوجي، فانا هجرب الاول الرقم الزوجي، ما لقيتش علاقه وخلاص تمام. عندي 3 ارقام فرديه، عندي ال3 ارقام فرديه دي مثلا واحد فيهم بيبدا مثلا واحد فيهم بيبدا ان هو يكون مثلا عدد مربع اللي هو يعني ليه جذر تربيعي، فانا هحاول اجرب الاختيار ده الاول. يعني حاولوا على قد ما تقدروا تكونوا اذكياء كده، اتعاملوا مع الاختيارات بشكل ان انتوا تساعدكم تعرفوا الاجابه اسرع. حطوا الاختيارات جنب السؤال وكونوا اذكياء، تبداوا بأن اختيار الاول زي ما قلت لكم كده، بحيث ان انتوا تعرفوا تختاروا اسرع وتعرفوا فعلا هل الشكل بيكمل النمط ولا هو بس ملوش علاقه. بعد كده دي من اهم حاجه في اختبار الاي كيو، ان انت تعكس الطريقه، استخدموا الاختيارات كأداة، جرب اختيار ينفع ولا لا، لو منفعش كمل وانتقل على اللي بعده. واهم حاجه برضو ما تتوتروش، لان امتحان الاي كيو محتاج هدوء اكتر ما هو محتاج ذكاء او تركيز. بعد كده عندنا امتحان العلوم او الساينس. بصراحه بقى الماده دي من المواد اللي انا شايفاها فرصه كويسه جدا ان انت تجمع درجات، حرفيا ماده لذيذه كده وعسوله، ولو انت اصلا يعني لو انت مذاكر منهج ابتدائي واعدادي فانت تمام، انت ان شاء الله يعني ضامن تقفل العلوم، بجد ماده سهله تقفل جدا جدا جدا. بس برضو ده مش معناه ان هي بتبقى سهله قوي يعني، لا هي بتبقى يعني مستواها عادي لو انت مذاكر تعرف تحل. وفي نفس الوقت خلي بالكم برضو لان ممكن تكون في اسئله فيها تريكات، بس في العموم مبيبقاش فيها تريكات خالص، حتى لو سؤال او اتنين فيهم تريكات الباقي كله بيبقى سهل جدا تعرف تحله. بعد كده بقى عندنا رياضه، والرياضه دي بقى الماده اللي كل حرفيا بيبقى خايف منها، وبيبقى يعني كله عنده خوف منها، وكتير قوي بيسالني منكم ازاي اتعامل معاها. طيب تعمل ايه بقى في الماس لو جالك سؤال صعب، بتتصرف ازاي؟ هل لو انت مثلا مش شاطر في الرياضه ممكن تتقبل او تعدي في الامتحان؟ الحقيقه ان الماس محتاج تدريب، لكن كمان محتاج تعرف تتعامل مع الامتحان نفسه، لان اوقات المشكله مش ان انت تعرف تحل، المشكله انك ضيعت وقت في سؤال واحد وخليت التوتر يسيطر عليك. فبالنسبه مثلا نيجي نقسمها لحاجتين، اولا اسئله الجبر. في اسئله الجبر اهم حاجه ان انت ما تاخدش الطريق الطويل، دايما احيانا السؤال بيكون طويل جدا وفيه خطوات كتيره، لكن الاختيارات الموجوده ممكن تساعدك تختصر الوقت بشكل كبير. مثلا انا كان عندي معادله طويله ومطلوب قيمه مجهول والاختيارات موجوده، بدل ما ابدا احل كل الخطوات واعمل بقى equations واحل في الاخر عشان اوصل للنتيجه، انا ممكن اجرب الاختيارات، احط الاختيارات مكان المجهول واشوف انهي اختيار بيحقق الناتج المطلوب. ده هيساعدني احل الامتحان ممكن في دقيقه، وانا ممكن بخطوات احله اصلا في 5 دقايق. الاختيار اللي يطلع منه الناتج هو غالبا الاجابه الصحيحه، فانا كده خلاص تمام حليت. لو انت برضو معاك آلة حاسبة في خاصية الشيفت سولف، دي بتساعدك ان انت لو في مجهول معين بتقدر تعمله ويطلع لك الاجابة النهائية.
فدي ممكن توفر عليك وقت كبير جدا بدل ما تضيع دقايق كتيره جدا في خطوات حسابيه. وفي بعض الاسئله برضو بيكون عندك اكتر من معادله، مثلا سؤال مديك معادلتين وبيقول لك لو الناتج ده حصل قيمه شيء معين. هنا مش لازم تبدا بالجزء الصعب، حاول تشوف اقصر معادله او اسهل جزء في السؤال، لان لو طلعت منه معلومه صغيره ممكن تساعدك تحل المعادله الاكبر بسرعه. تاني حاجة بقى الجيومتري او الهندسة. نيجي للهندسة، اهم حاجة فيها ان الرسم ميخوفكش. احيانا السؤال بيكون شكله معقد لكن في نقطة صغيرة هي المفتاح. مثلا لو السؤال فيه رسمة معينة وطالب منك طول ضلع مجهول، انا كنت احيانا بستخدم المسطرة كطريقة مساعدة. يعني مثلا لو مديك ضلع معروف طول مثلا 2، ولما انت قسته بالمسطرة طلع 4، فانا كده عرفت ان المسطرة بتكبر الضعف يعتبر. فانا لو المجهول اللي عندي او الضلع اللي عندي انا مش عارفاه، فاحط المسطرة. مثلا طلع معايا 6، يبقى الضلع ده غالبا طوله 3. فانا دي طريقه برضو زي طريقه كده ذكيه تقدر تعرف بيها الاجابه من غير بقى ما تقعد. ممكن الطريقه دي، ممكن من غير الطريقه دي لو انت تحل السؤال تحله في 10 دقايق، عشان انت هتجيب بقى معادلات من حته معينه على شكل، على قوانين، على بتاع. فانت ممكن تختصره بسرعه بالمسطره يعني. بصوا، هي دي مش طريقه تستخدمها في كل سؤال، بس يعني جربوها في ثانيه، لو نفعت معاكم تمام، ما نفعتش خلاص انتوا يعني هتبقوا في النهايه كسبانين. مثال تاني مثلا حصل معايا، كان طالب مني مساحة مربع وانا مثلا مش عارفة ابدأ منين. ببص على الاختيارات، بشوف هل في اختيار مستحيل تكون مثلا الرقم ده ينفع يتربع ولا لا. يعني مثلا عندي 125 وعندي 30، استحالة 30 تكون مثلا مساحة، فانا بستبعدها. فانا بدل ما يبقى عندي 4 احتمالات او بختار منهم، انا بختار ما بين احتمالين بس. فبالتالي بعلي ساعتها فرصة ان الاختيار بتاعي يكون صح. والتفكير بيبقى اسهل، ان تفكر ما بين اختيارين اسهل ما تفكر ما بين 4. مرة مثلا قابلني سؤال كان فيه شكلين فوق بعض، كان فيه مستطيلين، مستطيل فوق مستطيل، والمستطيل اللي فوق متقسم لنصين وفي ضلع مشترك ما بينهم. السؤال بقى كان طالب مساحة جزء معين في المستطيل التاني اللي هو اصلا كله مجهول، مفيهوش اي ضلع موجود، مفيش اي حاجة. في البداية شكله كان صعب ومحدش، وكل حتى الناس استغربوا، طب انا ازاي هجيب لك اصلا مساحة وانت اصلا مش مديني ولا ضلع وبديني ولا اي حاجة، او حتى الضلع المشترك ده في جزء معين مش هيفيدك اصلا في اجابة السؤال. بس انا بدل ما ابص للسؤال كل مرة واحدة دورت على الجزء اللي اقدر اجيبه بسهولة. كان في مجهول واحد في المستطيل التاني اللي هو اصلا في جزء منه معروف، فانا قدرت اطلعه بقانون بسيط جدا. ولما جبت المجهول ده باقي السؤال بقى اسهل. فانا لما جبته قدرت ان انا احطه على الضلع التاني، وبالتالي ضربتهم في بعض وقدرت ان انا اجيب المساحه الاقرب ليهم. طلع معايا اختيارين، او المساحه اللي انا جبتها طلعت معايا اختيارين. فالاختيارين الباقيين دول كانوا مثلا، وليكن المستطيل الاول كان مساحته 500، والمستطيل اللي انا اجيبه كان اصغر منه. تمام. فانا طلع قدامي مثلا اختيارين، اختيار 600 واختيار 400، وانا مش عارفه اختار ما بينهم، فاخترت 400 لانه غالبا بيكون المساحه بتاعته اقل من مساحه الاولاني، لانه اصلا الاولاني 500 والتاني باين من شكله ان هو اصغر منه، فاكيد مش هختار 600 يعني. تمام. فده بس كان مثال بسيط جدا، حاجه حصلت معايا او كانت موجوده معايا. طيب اهم بقى حاجه في امتحان الرياضه ترتيب الحل، وده من اهم الحاجات اللي انا عايزه اقول لكم من تجربتي. يعني خلي بالك احيانا اول 3 4 اسئله الامتحان بيكونوا صعبين عشان بس يوتروكم. والامتحان كله مش بيبقى صعب، الفكره ان هو بس بيختبروا طريقه تعاملك مع الامتحان، هل هتتوتر ولا تقدر تكمل. انا دخلت الامتحان الرياضه وفعلا لقيت اول 3 اسئله صعبين جدا، لكن كنت داخله وانا عارفه ان ده ممكن يحصل، فبدل ما اقعد ابص فيهم واضيع وقتي كتبت ارقامهم في الورقه، اخترت اقرب اختيار، لان انا بس مش هرجع لهم في الاخر. وبعد كده بدات احل باقي الاسئله، خلصت باقي الاسئله بسرعه تقريبا حوالي في 10 دقايق، حليت ال17 كلهم في 10 دقايق لانهم كانوا سهلين. زي ما قلت لكم هما برضو بيحطوا لكم اول اسئله صعبه في الاول غالبا يعني. فبعد كده حطيت كل اسئله وحليتهم في حوالي 10 دقايق، كده بقى معايا 30 دقيقه. رجعت الاول 3 اسئله، طبعا عقلي بقى هدي وبقى خلاص، انا ما توترتش ان انا في دماغي ان انا حل 17 سؤال، فانا لسه عندي 30 دقيقه احل فيهم 3 اسئله الباقيين. فكان عقلي بقى هادي وساعتها قدرت افكر بشكل احسن، وان انا مطمنه كمان، فعقلي قدر يطلع اقصى ما عنده يعني. فحليت 3 اسئله دول غالبا حليتهم في 20 دقيقه. كده اتبقى معايا غالبا 10 دقايق، في ال10 دقايق الباقية قدرت ان انا اراجع فيهم كل الامتحان تاني بسرعة، وحاولت ان انا افكر في الاسئلة تاني بس بسرعة، وان انا اشوف هل الاجابة اللي طلعت معايا في التفكير التاني زي الاجابة اللي انا اخترتها في الاول ولا لا. وطبعا زي ما قلت لكم ما تغيروش اجابة لو انتم متأكدين 100% ان عندكم دليل كده ان الاجابة التانية اللي هغيرها دي هي اللي صح. غير كده ما تغيروش، ان غالبا بيكون اول اجابة اخترتوها هي غالبا الاجابة الصح. تمام. نصيحتي الأخيرة بقى، لو السؤال شكله صعب سيبه وارجع له، ما تخليش سؤال واحد يهز ثقتك في نفسك. استخدم الاختيارات لصالحك، حاول تجمع أكبر عدد من النقاط. تمام. ان انت يعني تعرف تحلها الأسئلة السهلة، وبعد كده ارجع للأسئلة الصعبة.
طب يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، أنا آسفة إن هو كان طويل، بس أنا بجد حبيت إن أنا أحط لكم كل المعلومات اللي عندي وكل الإكسبيرينس اللي أنا عديت بيها وإزاي عشان تساعدكم إن انتوا تعرفوا تحلوا في الامتحان كويس. وطبعا غالبا الكور بتاع الفيديو إن انت تستخدم الاختيارات الأول وتحاول تطلع منها الإجابة قبل ما تختار السؤال أو تفكر في السؤال نفسه. قبل ما أقفل معاكم بقى عايزة أقول لكم على كام حاجة مهمة جدا كده من قلبي. أول حاجة اعرفوا ان الفترة دي كانت صعبة، وان اغلبكم دلوقتي عنده توتر واسئلة كتير في دماغه، هل انا ذاكرت كفاية، هل اعرف احل، هل اصلا ممكن اتقبل. لكن خلوا بالكم انتوا عملتوا اللي عليكم لحد هنا، الباقي كله على ربنا. دلوقتي اهم حاجه تدخل الامتحان وتطلع افضل ما عندك، ما تفكرش في اي افكار سلبيه. حاول تدعي كتير ربنا، وقبل ما تخش الامتحان قولوا دعاء اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب ان شئت سهلا. وسموا الله كده قبل كل امتحان وصلوا على النبي. حاولوا تكونوا هاديين ما بين كل امتحان وامتحان، تشربوا شويه ميه عشان تجددوا الطاقه بتاعتكم والتفكير بتاعكم. ما تقارنوش نفسكم بحد ممكن قبل الامتحان كنتوا قريبين كده مع بعض. مثلا حد يقولك ده انا حليت كل الملفات اللي في الدنيا، ده انا رجعت كورس سفير ده 20,000 مرة، وانت بقى تبدأ تقول ايه ده ممكن يتقبل، ده شكله مذاكر اكتر مني، ده مش عارفة ايه. ودي حاجة فعلا شفتها بنفسي، حصلت قدام عيني. فانتوا لا، سيبكم من كل ده، انت داخل بتفكر في نفسك اولا، مالكش دعوه باي حاجه تانية جنبيك. ما تقارنش نفسك باي حد، كل شخص عنده ظروفه وطريقته. ركزوا في نفسكم، ما تفتحوش جروبات الراغبين طول الوقت قبل الامتحان عشان آه، ده ممكن يوترك اكتر. قبل الامتحان حاول تنام كويس، مش معنى ان الامتحان مهم انك تسهر لاخر لحظه. انت محتاج تدخل بعقل صحي وتركيز عالي، اقل حاجه ناموا 6 ساعات، دي اقل حاجه. ناموا 8 ده الافضل طبعا، بس لو انتوا هتضغطوا نفسكم 6 ساعات ده اقل حاجه يا جماعه عشان تعرفوا تركزوا. خد معاكم ميه وكل حاجه تخليك مرتاح. شويه اكل برضو، ما تاخدش اكل جامد يخليك ما تعرفش تفكر، خد اكل خفيف وفي نفس الوقت يخليك تركز. يوم الامتحان اقرأ التعليمات كويس، حاول تعرف اللجنة مكانك، تتأكد ان الاسم بتاعك موجود قبل ما تبدأ الامتحان. حاول تسلم قبل الامتحان بدقيقتين عشان لو في النهاية ممكن الامتحان ما يوصلهمش او ما يتسلمش. حاول تسلم بدقيقة قبل الامتحان. لو حصل اي مشكله في الجهاز او النت او اي حاجه تقنيه، الكهرباء قطعت مثلا، ما تتوترش، بلغ المشرف الموجود وهو يتصرف. في ناس حصل معاها مشاكل قبل كده وكملت الامتحان عادي واتقبلت على فكره، وفي ناس امتحنت في يوم تاني غير الامتحان واتقبلت. اهم حاجه او اهم نصيحه، ما تحكمش على نفسك من اول سؤال. ممكن اول سؤال يكون صعب وممكن تلاقي حاجه مش فاكرها، ده طبيعي، مش معنى ان وقفت في كل سؤال انك مش هتتقبل. في الاخر بقى عايزه اقول لكم ان اختيار ربنا دايما خير، لو ربنا كتب لك ستيم فده خير وهتبدا رحله جديده، لو طريقك كان ثانوي او بكالوريا برضو ده خير. في النهايه كل الطرق هتوصلك لنفس الهدف، بس هما طريقين مختلفين، بس في النهايه الهدف واحد. ما تنسوش تدعوا ربنا كتير، ادعوا ربنا كتير جدا، لان الانسان يعمل بالاسباب لكن التوفيق من عند ربنا. طبعا انا بجد كنت سعيده معاكم ان كنت معاكم في رحله الراغبين دي من اول فيديو لحد اخر لحظه قبل الامتحان، واتمنى ان الفيديوهات تكون ساعدتكم حتى لو بحاجه بسيطه. طبعا احنا عارفين ان الرحله مش هتنتهي هنا، انا لسه مكمله معاكم. فلو استفدتوا من الفيديوهات اشتركوا في القناه وشاركوها مع اي حد محتاجها عشان نكبر ونوصل لاكبر عدد ممكن. ربنا يوفقكم كلكم، وان شاء الله اشوفكم كلكم ستيمرز كده، او في اي طريق ربنا كاتبه خير ليكم. ما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.